يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هاخدكم معايا في جولة لمدينة من اكثر المدن الجميلة في تركيا. المدينة دي تكاد تكون مجهولة لكتير من الناس. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ جولة. هنا بقى كنا بدأنا رحلتنا لمدينة من أحب المدن لقلبي. المدينة دي فعلا يعني أكتر مدينة أنا زرتها وعمري في حياتي ما مليت منها. بالعكس أنا بتمنى في يوم من الأيام إن أنا أقدر أعيش في المدينة دي. بجد المدينة فيها طمأنينة غير عادية، يعني الواحد يقعد فيها كده. جماعة انتوا متخيلين الخضرة الجبال دي؟ يعني بجد الواحد عمره ما يمل فعلا من الجمال ده. لو وصلتوا معانا للجزء ده اتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس. طبعا هنا انا بوريكم قد ايه المدينة يا جماعة دي عبارة عن مدينة بين جبلين، يعني من اليمين جبل ومن الشمال جبل. الطريق بتاعها كله جبال زي ما انتم شايفين. طبعا المنظر ده انا مصوراه من المستشفى هناك بجد. يعني لو في حد بعد الشر تعب ودخل المستشفى دي، هو مش محتاج دكتور، مش محتاج علاج، يعني كفاية ان انا اشوف المنظر ده انا هتعالج لوحدي. فعلا المدينة دي من اكتر المدن المفروض تكون مشهورة، المفروض يكون فيها سياحة. صحيح تركيا فيها مدن كتيرة جدا جميلة، بس المدينة دي مظلومة بجد. المدينة دي مش واخدة حقها. هنا بقى كنا وصلنا مغارة كرجة. المغارة دي على ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر. احنا فضلنا تقريبا حوالي ساعة ونص طالعين بالعربية على الجبل. ارتفاع مش طبيعي بجد، بس تستاهل. عايزاكوا بقى وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده تنسولي خالص الخضرة والجبال وكل المناظر اللي احنا شوفناها قبل كده وتركزوا في ده. يعني سبحان الله بجد، سبحان الله ان مغارة بالشكل ده اتكونت بس من المية. عايز اقول لكم ان المغارة دي طبعا متكونة من المية والاملاح، وانتوا اوريدي هتشوفوا في الفيديو التفاصيل عاملة ازاي. مش محتاجة اتكلم كتير، هسيبكم بقى تتفرجوا على الفيديو.
هنا بقى كنا طلعنا من المغارة. المكان ده تقدروا تقعدوا تتصوروا فيه او تصوروا المنظر. بجد المنظر حلو جدا. جماعة شايفين احنا على ارتفاع قد ايه؟ حرفيا احنا اخدنا ساعة ونص عشان نطلع للارتفاع ده. ده برضو كافيه تقدروا تقعدوا تفطروا فيه الفطار التركي. لو وصلتوا معانا بقى للجزء ده من الفيديو اتمنى تدعمونا بسبسكرايب ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول، ونقدر ناخدكم معانا في كل رحلاتنا في تركيا. احنا خلصنا جولتنا في مغارة كرجة وبدأنا نتحرك عشان نروح للمكان التاني، وهو مطل قلعة طورول في نفس المدينة. طبعا زي ما انتم شايفين ده الطريق بتاع الجبل اللي احنا كنا طالعين عليه اللي اخدنا فيه ساعة ونص. حبيت بس اوريكم جزء بسيط منه، فكملوا معنا الفيديو للآخر. هنا بقى وصلنا مطل قلعة طورول. المكان اللي قدامكم ده مطعم كان لسه بيتجهز. بندخل بقى المكان اللي قدامكم ده، ومن هنا بنشتري التذاكر عشان نروح على الممر الزجاجي اللي بيورينا المدينة من فوق، وبنشوف من عليه قلعة طورول. بس انا حبيت اوريكم برضو منظر جانبي من هنا. هنا بقى طلعنا على الممر الزجاجي. بصراحة يا جماعة المكان ده محتاج حد قلبه جامد شوية. انا كنت خايفة جدا وانا بتحرك عليه، بس كله فداكم. شوفوا بقى المنظر. متخيلين بقى ان في ناس كتير جدا بتيجي تركيا ما بتشوفش المكان ده. فاتمنى بقى من خلال الفيديو ده اوصل لكم ان اي حد يجي تركيا لازم ما يفوتش المكان ده يا جماعة. هتستمتعوا فيه بطريقة مش طبيعية بجد. صحيح في مدن في تركيا كتيرة حلوة، بس ده برضو من الأماكن اللي لازم تزوروها. مادام جيتوا تركيا لازم تروحوا المكان ده.
وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. باي باي.